الله الناطقة والكلمة. طيب. ولازم أفهم له إن أنا بتكلم على المولود منك يدعى ابن الله، اللي اتولد بجسد حال فيه ملء اللاهوت جسديا. طيب خليني بس معاه عايز أسأله أسئلة. طولي معلش بالك يا شادي. ماري يا شادي معلش يا شادي، أنا خلينا في الحوار. لا خلينا في الحوار. النقاش مش مفتوح على الآخر. صديقي شدام، عارف هل يوجد مانع من انه طيب الواحد مثلا يقول باختصار مثلا هو الاله واحد مثل ما بتقول ماري، وحدانيه؟ ايوه واحد، نعم واحد لكن حي وعاقل وموجود. هل تمنع النصوص الاخذ بالوحدانيه؟ يعني هي تعتبر هرطقه غير مقبوله؟ لا، هي وحدانيه. الثالوث اصلا في حد ذاته وحدانيه يا اخ شادي. الثالوث هو وحدانيه جامعه تجمع ان الله موجود وحي وناطق. هذه هي الوحدانيه، هذا هو الثالوث. فاذا هي مشكلتها بإنكار الأقانيم، هي محتوى هو مشكلتها في الفصل. عندما نفصل أن الله، نفصل عن عقله عن الكلمة أو عن الروح القدس، عندما نفصله هنا بنقع في مشكلة، لأن الله لا يمكن فصله. لا يمكن أن نفصل الآب عن كلمته عن روحه، مستحيل. خلص هي بتعتبره إله. أنا لا أفصل. برافو، هو إله واحد أنا بقول موجود حي وناطق، وكل أقنوم عقله نفس العقل. مثلا لو ناخذ مثلا أقنوم الآب، عقل الآب هو الكلمة، روح الآب هو الروح القدس. لو كده يبقى عندنا أقنوم الآب اللي هو شخص، أو أقنوم الآب نسميه شخص، لكن مش شخص زي الإنسان. لهم نفس العقل، نفس الروح، ونفس الذات. يعني شخص واحد. لكن عشان نوضح الكلام يا ميري، عشان يكون الكلام. يا عم انت بتصفق يا خليني انا عايز بس عشان افهم لك. انت على فكره لما انا اقول اقانيم، فلا بد انني اعرف ان الاب عنده عقل وعنده وحي بالروح القدس، فكده يبقى عندنا أقنوم الآب. فلذلك في إبوستاسيس أو شخص، عندما نقولها باللغة حتى بالإنجليزية person، فهنا نتكلم على الآب كأقنوم متحد بعقله أو بالكلمة، متحد بالروح القدس. عندنا الروح القدس متحد بالعقل، بالكلمة، متحد بالآب. عندنا كمان الروح القدس متحد بالكلمة، متحد بالآب. فكده يبقى عندنا 3 أشخاص لكن بعقل واحد وروح واحد وذات واحدة. طيب أشكرك جزيلا. ذات واحدة يا أستاذ شدام. أيوة، الذات الواحدة هو الآب. الذات هو الآب. الذات هو الآب متحد بالكلمة والروح القدس هو أقنوم الآب. والباقي صفات. لا ما فيش صفات. أقنوم الآب متحد بالكلمة، متحد بالروح القدس، هو أقنوم الآب. يعني ذات واحدة وصفتين، صح كده؟ ما فيش صفات، ما فيش حاجة اسمها صفات. يبقى 3 ذوات. لا، ذات واحدة. ذات الروح القدس هو الآب، ذات الكلمة هو الآب. ايه ده يا جدعان؟ يعني انت عارف ده معناه ايه؟ ثواني، معلش يا شادي، معلش خليني معايا يا شادي. خليني معايا يا شادي. انا مستمتع بالحوار يا سيدي، سيبني. انا اخذت الدواء، بدي انام بعد شوي. طيب معلش، معلش. الحوار بينك وبين شت داون لن ينتهي. ايوه بس انت عارف ده معناه ايه؟ لا ثواني، لانه شت داون بيقول انه انا عندي ذات واحده، هي اسمها الاب واسمها الروح القدس واسمها الكلمه. يعني ده اللي لا ده اللي انا بقوله. لا يطلق عليها روح قدس، يطلق عليها كلمه، يطلق عليها الاب. لا مش كده يا ميري. لا انت ما فهمتش وجهه نظري. لا بص، طب ما انا بقول لك في 3 ذوات، تقول لي لا ذات واحده. اقول لك الروح القدس صفه، تقول لي لا ذات. 3 اشخاص. انت قلتي انهم انت قلتي انه بيرسون، يعني 3 اقانيم. حلو، 3 اقانيم. ال3 اقانيم لهم نفس الجوهر. حلو، لهم نفس الجوهر. عندنا الآب متحد بالكلمة، متحد بالروح القدس، والكلمة متحد كذلك بالروح القدس، متحد بالآب. فهو إله واحد مثلث الأقانيم. بكل بساطة ممكن أنك تعطيه 3 أشخاص، لكن ال3 أشخاص دول هم واحد في الجوهر. طيب أنا